الحلاب. حلقة اليوم هنتكلم عن أيهما أفضل في مجال الحلاب، الأبقار أم الجاموس. هنعمل مقارنة كاملة ومقارنة شاملة في جميع شيء عن الأبقار وعن الجاموس. هنتكلم عن علامات الشياع والولادة والدسم والبروتين وإنتاج الألبان وسعر الألبان والتكاليف والتسوية وسهولة الحليب ووقت الهضم. هنتكلم عن مقارنة كاملة وشاملة، وبعد كده هنتكلم عن مميزات الجاموس، إيه اللي بيميز الجاموس عن الأبقار. وفي النهاية هنقدم بعض النصائح أو الملاحظات اللي احنا يجب قبل ما تختار سواء مجال الأبقار أو مجال الجاموس، ايه هي الفروق اللي بينهم وهو الاختيار الأفضل ليك. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. قبل ما نبدأ بالفيديو إن شاء الله مطلوب من السادة المشاهدين 3 حاجات. الحاجة الأولى جروب إن شاء الله، جروب الواتساب هتلاقوه في التعليقات. ده جروب الواتساب هنزل فيه عليه حلقات وهتلاقي بردك الرابط بتاع الجروب، وهتلاقي بردك الرابط الخاص بالفيسبوك بتاع القناة. وثالث حاجة وهي أهم حاجة إنك تشاهد الحلقة كاملة، والله هتستفيد، بس شاهد الحلقة من البداية للنهاية، بلاش تاخد معلومة وتطير. هنتكلم الأول، هنسأل بعض الأسئلة. السؤال الأول هنقول ماذا يحدث لو احنا أكلنا الأبقار والجاموس مع بعضهم نفس الأكل؟ يعني سواء أكل الجاموس أكلناه للبقر أو أكل الأبقار أكلناه للجاموس، أو هما اتنين معا أكلناهم أكل واحد، إيه اللي هيحصل؟ لو لقينا الإجابة، لو لقينا البقرة ضعيفة وهزيلة هنلاقي الجاموسة جسمها كويس. طيب ولو لقينا الجاموسة جسمها كويس هنلاقي ان البقرة سمينة ومش هتعشر. ايه اللي نستفيده من الإجابة دي؟ نستفيد ان اكل الجاموس غير اكل الابقار. كمية استهلاك الجاموس من العلفة الماء او العلفة المركزة تختلف كليا وجذريا عن الابقار. طيب السؤال الثاني، خليكم معايا بس الأخوة تستفيدوا. أيهما أفضل في التكاليف التغذية، في التكاليف والإنتاج؟ بالنسبة للتكاليف وعملية الإنتاج أيهما أفضل اللي بيحقق ربح معايا؟ هجاوب على السؤال ده لما أعمل المقارنة. هعمل مقارنة بين اتنين في كل شيء، هتعرفوا بإجابة السؤال ده إيه هو اللي بتكاليف أقل وإنتاج أعلى وربح أعلى. هنتكلم عن الأبقار والجاموس. أول حاجة علامات الشياع. علامات الشياع بنلاحظ فيها إن هي في الأبقار بتبقى واضحة وصريحة، غير الجاموس ضعيفة. يعني اللي ما بيتعاملش مع الجاموس قوي أو هو اللي بأكله وشربه مش هيعرف علامات الشياع، تمام؟ غير عكس الابقار ممكن اي واحد حتى لو ما بيربيش ابقار هيعرف ان علامات الشيء لانها واضحه وصريحه. طيب عدد الولادات الابقار تقدر تولد 7 مرات او 7 مواسم، الجاموس يزيد عن 12 مره. يعني بتكلم في حاله ان هم البقره والجاموس، المقارنه دي بين البقر والجاموس لو هم اتنين اسلام وتغذيه واحده، يعني تغذيه كويسه. عدد 7 ولادات الابقار، 12 والدة فيها في الجاموس. طيب دسم اللبن بيكون في الأبقار 3.4، في الجاموس بيوصل من 7 و9 و10، يوصل 7 و9 و10، تمام. في التغذية السليمة 10 يوصل 10% في التغذية السليمة، أما 7% و9% في التغذية المتوسطة، تمام. طيب البروتين، نلاحظ هنا ايه؟ ان البروتين في اللبن بتاع البقر 2.8 إلى 3.4%. طيب البروتين في لبن الجاموس هنلاحظوا انه هو اكتر من 5%، البروتين اعلى، يبقى بروتين ودسم في الجاموس اعلى من الابقار. طيب عملية انتاج الالبان في الابقار اعلى من الجاموس. البقرة بتنتج كمية لبن أعلى من الجاموس، بس في حاجة هنا، دسم اللبن والبروتين في اللبن أفضل في الجاموس، عدد ولادات أكتر
دسم في اللبن اكتر، بروتين اعلى، بس انتاج في كميه اللبن. يعني لو انت هتلاقي على سبيل المثال بقره بتنتج 20 كيلو لبن، هيقابلها يساويها بالظبط جاموسه بتنتج 10 كيلو لبن. تمام. بعد كده هنتكلم عن التكاليف التغذيه. تكاليف التغذيه في الابقار بتحتاج كميه اعلاف مركزه تصل الى 60%، فتكاليف التغذيه بتاعت الابقار اعلى بكثير من تكاليف التغذيه بتاعت الجاموس. طب سعر اللبن، سعر اللبن بتاع الجاموس ضعف سعر لبن الابقار. سعر لبن الجاموس ضعف سعر الابقار. يعني على سبيل المثال لبن الابقار ب10 هتلاقي الجاموس ب20. يعني لو بقره بتجيب 20 كيلو وانا عندي جاموسه تجيب 10 كيلو، هم اتنين متساويين، هم اتنين متساويين. شوف فرق الكميه، البقره دي ب 20 كيلو والجاموسه دي ب10، بس دسم وبروتين ولبن اقوى في الجاموس. طيب التغذيه الابقار واكله اكتر من الجاموس بكثير. الابقار عندك بتغذيتها على 60% مركزات و40% الياف، الجاموس عكسه بياخد 70% الياف و30% ايه مركزات، فتكلفه التغذيه في الجاموس اقل من الابقار. طب تسويق الالبان، تسويق الالبان عندك تسويق الالبان بتاع الجاموس مرغوب بكميات كبيره، تقدر تسوق الالبان بسهوله، على عكس الابقار. الابقار لو توافر في منطقه او في اي مكان لبن جاموس وابقار، هتلاقي الميول للبن الجاموس اعلى، الطلب على لبن الجاموس اعلى، فهنا التسويق اسهل واسرع. ده بالنسبه لعمليه التسويق. سهوله الحليب بقى، نيجي بقى عند البقره اسهل في عمليه الحليب واسرع، ما بتاخدش وقت اطول، على عكسها الجاموس اصعب وبياخد وقت اطول. تمام. طيب نيجي بعد كده كانت او مقاومه الامراض. مقاومه الامراض في الابقار ضعيفه على عكس الجاموس. الجاموس مقاومه عاليه وقويه للامراض وارتفاعات الحراره وللبروده، ده كله بيميز الجاموس عن الابقار. طب وقت الهضم، يعني على سبيل وقت الهضم في الابقار بياخد فتره اطول، وفي وقت الهضم في الجاموس اسرع. طب ليه اسرع؟ يعني احنا لو اكلنا 10 كيلو للجاموسه دي و10 كيلو للجاموسه للبقره، هنلاقي ان الجاموسه هتخلص قبل البقره، يعني قبل البقره اسرع في عمليه الهضم. ليه؟ لان الميكروبات اللي في الكرش اعلى بكثير، ميكروبات زياده بتعمل عمليه سرعه في عمليه هضم الالياف. ده كله الفرق او المقارنه بين الابقار والجاموس. الابقار تتميز بشيء والجاموس يتميز بشيء. طيب هنتكلم بعد كده عن مميزات الجاموس. أول كفاءة في الهضم زيادة عن الأبقار 5%، كفاءة في عملية هضم الألياف تزيد عن 20% مثل الأتبان، وقت الهضم يزيد في الأبقار بنسبة 25%. يعني أنا على سبيل المثال هاخد 4 ساعات، البقرة تاخد 4 ساعات هضم، هتاخد 3 ساعات بس في الجاموس. لو البقرة هتاخد 4 ساعات، الجاموس هتاخد 3 ساعات، فوقت أسرع. عملية الاشترار أقوى في الجاموس. احنا قلنا قبل كده عملية الاشترار والريم في البوك ده يعتبر هو بيكربونات الصوديوم، يعتبر بيكربونات الصوديوم اللي ناتجة من عملية الاشترار، ده بيكربونات صوديوم طبيعية. فهي عملية الاشترار في الجاموس أقوى وأفضل. يعني ايه معناها؟ يعني عمليه، يعني ده بيؤدي عمليه اشترار قويه وسليمه، وبيعصر الحاجات اللي هي كبيره ودقيقه وبينعمها. معنى ذلك انه بيمتص الغذاء بشكل كبير بشكل اقوى. طيب الجاموس يتغذى على 3% من ماده جافه، 3% من وزنه ماده جافه. الابقار عاليه الاضرار تحتاج تغذيه 5%، فعملية التغذية أعلى بكثير بالنسبة للمادة الجافة. 3% من وزن الجاموسة و5% من وزن الأبقار. المادة الصلبة والبروتين والدسم في الجاموس أفضل، ده اللي بيخلي كيلو اللبن في الجاموس أعلى من كيلو اللبن في البقر، الضعف.
لا يحتاج كميات كبيرة من المواد عالية الثمن. الابقار عاليه الاضرار تحتاج بروتينات، وتحتاج مثلا فول صويا، كوس فول صويا، كوس عباد الشمس، كوس مثلا سبسم، كوس لازم نرفع نسبه البروتين عشان نزود عمليه انتاج الحليب. لا الجاموس عكسه، ما يحتاجش نسبه عاليه من نسبه عاليه او نسبه بروتين عاليه في المواد. البروتين الابقار تحتاج علفه ما تقلش عن 18% بروتين. الجاموس ممكن ياخد 16% وبتكون كويسه كمان ليه. كفاءة الهضم تزيد 7% في الجاموس عن الابقار. كفاءة اعلى مما يعني بيخلي نسبة التحويل اعلى. نسب التحويل بتكون اعلى وتكلفة اقل. لما انا اكون كفاءة الكرش كويسة، نسبة تحويل عالية وتكلفة اقل. ميكروبات الكرش تزيد اكتر من الابقار ب 25%. عملية الهضم في الجاموس في الابقار تاخد 65%، في الجاموس عملية الامتصاص، اقصد بعملية الهضم يعني عملية الامتصاص في الجاموس 65%، في الابقار 65%، في الجاموس 85%. فعملية امتصاص افضل. الابقار بتاخد 40% الياف و60% مركزات، الجاموس عكس 70% الياف و30% مركزات. هقول اخر حاجه الملحوظتين اللي عندي، اللي هو زياده البروتين في اعلاف الجاموس بيقلل من البروتين الموجود في اللبن. لو انت بدل ما هو بياخد 16% بروتين عايزه 18، كده انت بتقلل من نسبه البروتين الموجوده فيها في الالبان. تمام. اخر ملحوظه بنقول ايه، الجاموس بيحتاج فتره راحه من بعد الولاده عشان يبدا يعشر تاني من 90 يوم الى 120 يوم. الابقار بتحتاج فتره كام؟ 90 يوم. فتره الراحه دي عشان اللبن يوصل لاعلى رتم ليه. ما تسبكش انت انك انت تسبب عمليه التعشير، ده غلط كبير كمان. اخر حاجه بنقولها اللي احنا قلنا نسب البروتين. هنفهم ان احنا الجاموس بيحتاج الياف اعلى من البروتينات، 70% الياف و30% بروتينات. ملخص الموضوع كله عامه ان لبن الجاموس دسم اعلى، بروتين اعلى، جوده اعلى، هو انتاج اقل بس نفس السعر. تمام. نرجع بمثال، لو 20 بقره بتنتج 20 كيلو يقابلها جاموسه بتنتج 10 كيلو. اتمنى من الساده المشاهدين لو عجبك الفيديو اضغط لايك واشترك في القناه.